السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض الفسيخ في البيت. اوعي من بره تشتريه، تقدري تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبعد 5 ايام بس هتاكليه. ليه تشتريه من بره ب 350 و400 وانت تقدري تعمليه في البيت باقل التكلفة، وكمان انضف واوفر من بره 100 مرة. يلا نسمي الله كده ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك، حاجه كده تحفه بصراحه. شكله اللهم بارك يفتح النفس. انا عارفه بعد الفيديو ده كده هيحصل معايا مشاكل بصراحه بسبب الفسيخ ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. تعالى اوريكم لونه من جوه عامل ازاي. شايفين؟ اللهم بارك، مزبت زبده كده، حاجه كده اللهم بارك، حاجه كده عسل. شايفين الطراوه بتاعته؟ شايفين الشوكه بتتحرك لوحديها، دايب كده دايب ما شاء الله. 5 ايام بس. يلا نسمي الله كده ونخش على الطريقه بتاعتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا معايا اي كميه انت عايزه تعمليها. السمكه دي طبار مش بوري، علشان ما حدش يضحك عليكي في السوق ويقول لك البوري زي الطبار بالظبط، بس في فرق. اللي يركز هيعرفه. راس الطبار بتكون رفيعة ومسحوبة لقدام. راس سمكة البوري بتكون عريضة والبوج بتاعها عريض من قدام. الفرق بينهم مش يعني اللي يركز هو اللي هيعرف. بس ان تحسوا ان البوري شبه الطبار بالظبط، بس في فرق. ان الراس بتكون عريضة وبوزها عريض. البوري الطبار بتكون بوزها رفيع وكمان راسها مسحوبة لقدام. اللي معايا دي طبار مش بوري. اول حاجه كده بمسك تحت الحنفيه السمكه من الديل، ولازم اغسل النغشوش بتاعها كويس. بس بحاول وانا بغسلها اخلي راس السمكه لتحت عشان ما تعبيش معايا ميه. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، ميه من الحنفيه عاديه، مش سخنه ولا ميه عاديه خالص. بغسلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بتاكد كده من نظافه السمكه معايا، وبفتح البوج بتاعها كده وبغسلها كويس. بس وانا بغسلها ما بخليش الراس بتاعتها لفوق عشان ما تعبيش ميه معايا كتير يعني. زي ما انتم شايفين كده. ومعايا انا اهم حاجه كده، معايا حاجه انا عايزه اوقف السمكه بالديل من فوق كده، والراس تكون تحت علشان تنزل كميه الدم اللي فيها عشان تتصفى كويس. زي ما انتم شايفين. كملوا الفيديو للاخر، انا متاكده ان شاء الله هتطلعي مستفاده من الفيديو ده. هقول لكم كده على شويه تفاصيل في تخليل السمك، هيطلع معاك ان شاء الله من اول مره مظبوط. زي ما انتم شايفين كده خلصت خلاص. هسيبه بالظبط ساعتين، مش اكتر من كده. في الصيف ساعتين بالظبط لحد ما السمكه الميه الدم بتاعها ينزل تماما، واحس ان السمكه معايا نشفت شويه، وهنكمل مع بعض. هنا بعد ساعتين بالشكل ده كده. شايفين السمكه تحس ان هي جلدت شويه، نشفت معايا خالص. نزلت كميه الدم اللي فيها. طبعا هنا معايا مناديل. لازم الخطوه المهمه والاساسيه انضف او انشف النغشوش بتاعها كويس من الدم. انا مش عايزه فيها نقطه ميه. زي ما انتم شايفين كده نضفها معايا كويس بالشكل ده. بتاكد كده من تنشيف السمكه من بره ومن جوه. انا عايزه ما يكونش فيها نقطه ميه او دم بالشكل ده كده. لو انتي اول مره تشوفيني كده ما تنسينيش في الاشتراك وكمان اللايك والكومنت الحلو. يا جماعه ما تبخلوش عليا باللايك، اللايك بيرفع الفيديو. ما تبخلوش عليا، خليكم حلوين كده وحط لايك اول ما تخش على الفيديو على طول. نكمل مع بعض كده. معايا حوالي كده كوبايه من الشاي من الملح بتاعنا بتاع المطبخ العادي اللي احنا بنستخدمه في المطبخ. وحطيت عليها معلقه من الكركم، وحوالي نص معلقه كده من الشطه. يعني الشطه دي اختياري، حابين تحطوها، بس على فكره هي ما بتظهرش في الحراره ولا بتعمل فيه حراره ولا اي حاجه خالص. الخطوه المهمه كده معايا التانية، همسك السمكه كده من عند الراس، هطريها بالشكل ده كده، بالشكل ده زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه. ايدك ما تروحش ناحيه البطن خالص عشان البطن ما تمررش معاكي في السمكه. ما تخليش السمكه معاكي من جوه مر يعني. حاولي وانت بتمرزيها كده ما تجيش ناحيه البطن. ومن عند الديل كده تفصلي الشوكه بتاعت البطن من ورا، يعني من ورا كده. وانت بتعملي حاولي تفصلي الشوكه وانت بتعملي بالشكل ده. شايفين؟ بنفس الطريقه. انا ما بجيش ناحيه البطن خالص. بمرز السمك كله كده
بنفس الطريقة او بطري ظهره كله كده بنفس الشكل زي ما انتم شايفين كده. الخطوة دي مهمة جدا لازم تعملوها علشان يطرى معاكم من جوه ويكون يطلع معاكم كده مزبد ويطلع معاكم زي ما انتوا شفتوه كده. بحط كده في النغشيش بتاعته شوية من الملح، حاولوا ما تكتروش علشان الجو حر وكمان ما يطلعش معاكم حادق زيادة عن اللزوم. لو انت بتحبيه دلع ما تكتريش في الملح، لو انت بتحبيه حادق كتري زي ما انت عايزة، ده براحتك لو انت حسب ذوقك كده في اكلك في الفسيخ. كل ما تكتري ملح هيطلع معاكي حادق، كل ما تخففي الملح هيطلع معاكي دلع زي ما انت بتحبيه بالظبط. خلصت كده بنفس الشكل، حطيت في كله كده في النغشيش بتاعته ملح. وانا برص في الكيس كده برص واحده خلف خلاف، يعني واحده ديل وراس زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. انا معاكم واحده واحده كده علشان معلش هطول عليكم الفيديو شويه، بس انا في تفاصيل كتير بصراحه مش هينفع اعديها. يعني شايفين واحده ديل وواحده راس بنفس الشكل كده. شويه كده من الملح فوق زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه كده، وهقفل الكيس واطلع منه الهواء. هفرغ الهواء من الكيس خالص، اتاكد ما يكونش فيه هواء خالص، والف كويس بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده اي اكياس مطبخ عندك نظيفه كده بتحطي كل ما تكتري في لفه الفسيخ وتقفلي عليه كويس وما يكونش فيه هوا، كل ما بتسرعي في عمليه التخليل بتاعته. يعني كل ما تلفيه كويس وتلفيه في حاجه محكمه القفل كده وتلفي كويس وتاكدي ما يكونش فيه هوا خالص، كل ما بتسرعي عمليه التخليل بتاعته. يعني بالظبط 5 ايام. انا عملته يوم الحد اكلناه يوم الخميس، يعني عملته يوم الحد خليته يوم الحد المغرب، اكلناه يوم الخميس الظهر، وكان طالع ما شاء الله اللهم بارك مزبت كده زي ما انتم شايفين. وكمان كان عايز يعني يوم افضل من كده، يعني لو مثلا 3 ايام هيطلع معاكي مظبوط 4 ايام، بس انا برضو عشان تضمنوا نفس الطريقه خلوه 5 ايام بالظبط مقفول عليه بنفس الطريقه. حطيت كده الاول في شويه من اكياس وبعد كده لفيت بورق الومنيوم زي ما انتم شايفين كده، لفيته كده بورق فويل بالشكل ده كده اول لفه كده، وبعد كده هحط عليه او احطه في اكياس تاني. ما شاء الله المطبخ مليان اكياس، كل بيت مفيهوش مش خالي من الكياس بتاعه المطبخ. هلفه كده كمان لفه اخيره بورق الفويل، هقفل عليه تكفيله محترمه كده كانه مسافر بره مصر بالظبط زي ما انتم شايفين. يعني لفيته كده مرتين بورق فويل، شايفين لفه سفر يعني. غلفته كويس بالشكل ده كده عند العلبة بتاعتي. عندك علبة، عندك حلة، جردل، اي حاجة انت مستغنية عنها، بس هي مش بتبوظ يعني انت بتغسليها بس علشان هيخر مية هينزل مية. اول يوم بتسيبيه عادي، تاني يوم من تخليله بتجلبيه زي ما انا بجلب كده بنفس الطريقة، يعني بعد تاني يوم بالظبط بتجلبيه. كمان تاني يوم هتلاقيه نزل مية، يعني ده طبيعي بتاعه ان هو ينزل مية. يعني اول يوم بتسيبيه عادي، تاني يوم بتلفيه، وبعد كده هينزل ميه معاكي من نجاح او من عمليه نجاح الفسيخ معاكي ان هو ينزل ميه ويعمل ريحه. انتوا عارفين ان الريحه من غير اقول لكم بتكون ريحته عامله ازاي. بس اهم حاجه كده ان انت تسيبيه في مكان محكم، يعني مكان ما يكونش فيه مثلا شمس، ما يكونش فيه برد، يعني ما يكونش مثلا حطيه في تلاجة، ما ينفعش نحط في تلاجة، ما ينفعش كمان نحط في حتة فيها شمس. يعني في مكان محكم كده يكون فيه ضلمة، في ضلفة مطبخ عندك فوق المطبخ في اي مكان كده ممكن تحطيه، بس لمدة 5 ايام. اول يوم بتسيبيه عادي، تاني يوم بتجلبيه وبنزل ميه معاكي بالشكل اللي انا وريتها لك دي في نفس المكان. يعني لازم تحطيه في حاجه كده عشان ما يبهدلش الدنيا معاكي، وبيطلع معاكي مزبت بالشكل ده كده ما شاء الله اللهم بارك. حاجه حلوه سهله وبسيطه، نظيف جدا. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم.